مرحبا يا أصدقاء، معكم معتز بلا سبب. اليوم بدي أحكي عن شي يمكن كلنا مرقنا فيه أو عم نمرق فيه هلأ. ليش في شخص بحياتنا حبيب سابق ما عم نقدر ننساه رغم كل شي سيء صار؟ ليش لسه القلب متمسك فيه؟ حلقة اليوم مو تنظير، حلقة اليوم عن وجع حقيقي. يلا نبلش. وقت تخلص علاقة كانت عميقة نكتشف شغلة كتير غريبة جواتنا، كأنه عقلنا مو عقل واحد، في عقلين، وكل واحد منهم عنده رواية مختلفة عن الموضوع، وهدول الاثنين ما عم يقدروا يتفاهموا. خليني مثلا سمي أول واحد العقل المنطقي. هذا بيفهم الأمور بسرعة، خيو خلص العلاقة خلصت، الطرف الثاني راح تركنا، عاملنا مو منيح، يعني أساء بحقنا، اختفى من حياتنا، ويمكن هلأ أصلا حابب حدا تاني. بس في عقل تاني اسمه العقل العاطفي. هذا يا معلم عايش بعالم لحاله، بيسمع شو عم بيقول العقل المنطقي، ايه بيسمع اكيد، بس مو مصدق. بيرجع بيتذكر اللحظات الحلوة، الضحكة، النظرة، الوعد، البوسة ومن هالحركات، وبيقول لا لا اكيد بيرجع، الا ما يرجع. مستحيل انه يكون هالشي كذب، مستحيل يكون الحبيب نسينا، او هذا الشخص القديم او اللي كنا حابينه نسينا. بكون هداك حتى لو عامل بلوك، حتى لو رايح بدون وداع، حتى لو شو ما كان، بضل هذا العقل العاطفي بيقول أكيد إسا بيحبني، وأنا بعرف، متأكدة إنه بيحبني. هيك بنصير نقول لحالنا. ويا معلم ببلش هذا العقل العاطفي يحط خطط. طيب هات بدي أكتب له رسالة، بروح على الشغل اللي عنده بشوفه شو عم بيساوي، بدي أحكي مع أمه، بعت له ايميل طويل بقول له هو ليش مو غلطان، ليش غلطان، شو عامل اصلا، هيك هيك بشيله بحط، يعني بصير هذا العقل المعلم يبلش يحط افكار. يوم بنط العقل المنطقي الثاني وبقول له لك معلم وقف وقف، هدي هدي، انساه انساه يا حبيبي، الزلمة او المرة راحت، تركنا الشخص، تركنا، ما عاد بحبنا بشكل أو بآخر، خلص تركنا. ألف سبب، كان في أسباب منطقية غير منطقية، في أسباب، ولكن الواقع واحد، شخص راح، ما عاد يحبنا. بيروح بنط له العقل العاطفي، بيرجع بيحلم وبيتذكر البوسة وبيتذكر لمسة الإيد وبيتذكر ضحكته وريحته ومدري شو من الحكي، وبيعمل منه شخص مثالي هائل. بعقلنا بصير هو الشخص المثالي، بنصير بنشوفه وبنتذكره كأنه كان ملاك، أحن إنسان بالعالم، كأنه هو الوحيد اللي كان يفهمنا، ويعني هيك نعمل منه عن جد يعني شيء مثالي. بس بالحقيقة بالنهاية لازم نفهم إنه هو إنسان مثل أي إنسان، وحتى بجوز يكون كان أناني يا أخي، بجوز يكون كان ضعيف، بجوز يكون كان مريض، بجوز حدا متحكم فيه، يعني في ألف سبب، ولكن الواقع واقع. خلص الشخص تركنا، بجوز يكون منيح، بجوز يكون مو منيح، ما بعرف، بس كان يعني تركنا، ما بيستاهلنا، خلصت العلاقة. المشكلة إنه العقل الباطني هذا العاطفي بسيط جدا، مثل كأنه طفل صغير واقف على الباب مستني أمه ترجع له، ما بيعرف كيف. مثل يعني حاشاكم مثل كلب عم يلف حوالين قبر صاحبه ومو مصدق إنه صاحبه مات. في ناس على فكرة للأسف بتعيش حياتها كلها على أمل إنه يرجع حدا، أمل، ما في أي إشارات واقعية، فقط أمل. مثل يلي واقف على محطة، هيك محطة قطار فاضية وناطر هالقطار يلي أصلا من زمان ما عاد مر يعني. بالاخر شو بصير؟ العقل المنطقي بنط بيخاف، يعني مدهورنا هذا العقل العاطفي بالمره رح يدهورنا، بيقول اذا ضلينا هيك بدنا نتبهدل، رح ننهار. بيقوم بيقرر يتصرف، قوم سافر، يلا روح شوف طبيب نفسي، انسى، العب رياضه، ببلش يعمل هاي الحركات. هذا العقل الثاني تبعنا، العقل المنطقي. في مثل بيقول الروح بتمشي بسرعه الجمل، يعني ببطء جدا. العقل المنطقي بيفهم بسرعه، بس العقل العاطفي بده شهور واحيانا بده سنين. بالنهاية مع مرور الوقت بصير في شي نوع من الهدنة بهدول، العقل العاطفي والعقل المنطقي بيتصالحوا هيك شوي، يعني بيصيروا بيفهم، ما يعني بيضلوا كل واحد مقتنع باللي هو بده اياه، ولكن بصير في هدنة عاطفية بيناتهم. العقل العاطفي بيقول له انه اساته بيشتاق، بس يعني بصير بيشتاق بشكل اقل ومو دائما. اما العقل المنطقي بيصير بيقول له طيب يعني خليك حبه اذا بدك، بس خلينا نجرب يا اخي، تعال افتح تندر، جرب ليك جارتنا ما احلاها، طلع فيها شوف ليك كذا مرأة فلانة، او مثلا شوفي هالزلمة ما احلاه، ظريف شغيل والله بحبك وهيك وعينه عليك وكذا، يعني بصير هيك يعمل هيك حركات.
بده رضاكي وكذا، أعطيه هيك يعني، أعطيه مجال، أعطيه ضوء أخضر يعني، جربي تعرفي عليه هيك بصير يعمل هيك حركات. عرفتي كيف؟ بصيروا هدول العقلين اثنيناتهم لسه ما جاهزين، ولكن بصير بيناتهم نوع من الهدنة. رح يضل في حب، بس القلب بيتلهى والحياة بدها تكمل. يعني مثل ما بيقولوا بقاء الحال من المحال. والعقل بالأخير بيتعلم، العقل كواحد، هدول غير الاثنين، عقل واحد بيتعلم انه الحب شيء رائع، بس لازم ننتبه منه، لانه ممكن يرفعنا لفوق فوق فوق، وممكن يكسرنا كسر. اذا حسيت انك كنت بهالموقف، فاعرف كتير منيح انك مو لحالك. كل عقل فينا فيه جزء عاقل وجزء موجوع، بس مع الوقت الاثنين بيتصالحوا. تابعوني بالحلقات الجاي، رح نحكي أكثر عن الحب، النفس والعلاقات. كان معكم معتز بلا سبب. سلام.